ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو غنتكلموا فيه على أشرف حكيمي. كيف ما كتعرفوا أن أشرف حكيمي هو واحد اللاعب مغربي كيلعب في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. توج البارح بواحد الجائزة كأفضل ظهير على المستوى العالمي، وكان من بين التشكيلة الرسمية كأحسن تشكيلة على مستوى العالم. لكن في نفس اليوم وقع ما وقع، وخرجت لنا جريدة لوموند الفرنسية وكتقول لنا بأن أشرف حكيمي متهم بالاغتصاب. يا سلام، متهم بالاغتصاب في نفس اليوم اللي غادي يتوج فيه السيد كأحسن ظهير عالمي. خرجت جريدة لوموند كتقول لك بأنه راه متهم بالاغتصاب. من بعد ما سالوا من سعد المجرد دابا دازوا لأشرف حكيمي. ولكن علاش الدولة الفرنسية كتبع المغاربة او دوك المشاهير المغاربه واللي كيعطوا هاد المشاهير اللي كيعطوا للمغرب واحد الاشعاع عالمي، يعني كيعطوه اسم على مستوى العالم؟ يعني داك اللاعب او داك المطرب او داك الفنان او داك او داك او داك، يعني راه فين ما مشى على مستوى العالم فكتبقى لاصقه فيه اسم المغرب. علاش الدوله الفرنسيه ولات تابع هاد الوريدات هادو؟ يعني هاد الوريدات ولات كتقطفهم، يعني فين ما كان شي فنان ولا شي لاعب ولا شي كذا كتقطفو وكتهمو او كتلصق ليه تهمة الاغتصاب. علاش؟ اشنو طاري؟ الدولة الفرنسية من بعد ما سالات من سعد المجرد وعطاتو 6 سنين، الان دازت لاشرف حكيمي وكتهم بتهمة وحدة. تهمة وحدة كيف ما لاحظتوا، كتهم بتهمة وحدة اللي هي تهمة الاغتصاب. انا بغيت نسول غير دوك القضاة او ديك القضاء الفرنسي، واش ما عندكم غير تهمة الاغتصاب؟ يعني عندكم غير هاد الطريقة هذه؟ اتهموا بشي تهمة أخرى، مثلا المخدرات، مثلا شي ضرب والجرح، مثلا شي حاجة بحق. يعني غير عندكم غير اتهموا بشي حاجة أخرى باش الإنسان حتى هو يعني ما يحسش بداك داكشي اللي كديرو. يعني ما نحسوش حتى حنا مغاربة، حنا كمغاربة ما نحسوش بأنه رانتوما قاصدين المغاربة بالضبط. اتهموا بشي حاجة، يعني شي حاجة نوعوا ما تبقاوش متهمين لاعبين او لا فنانين او شي حاجة بحال متهمينهم بتهمة وحدة اللي هي الاغتصاب. حقا ما حقا أشرف حكيمي كان على تواصل ب شي وحدة وشي فتاة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وجات عنده الدار وقع ما وقع لأنه عائلته كانت في الخارج وكانت في عطلة وكانت في كذا. يعني تهمة غبية، تهمة غبية. كيفاش كانت على التواصل وجات عندو للدار؟ ما فهمتش. يعني راه برضاها واش هي جايه عندو للدار عارفاه راه بوحدو كاين في الدار؟ يعني ما كانوا لا شاربين لا والو، يعني بحال انسان عادي عاقل، يعني بكل قواه العقليه كيهضر مع وحده كدا هاديك كدا كدا. جات عندو للدار وقع ما وقع، يعني برضاها، يعني ما مشاش جرها وجابها ولا كدا. حنا ما كندعموش هادشي اللي كيقولوا على الاغتصاب وهادشي، ولكن انسان يكون، يعني يكون مقنع، يعني يكون مقنع، ماشي غير لصق باش انه تدخلوا سميتو شنو غتدخلوا الحبس مثلا. تخرج ليه على مستقبله، تخرج ليه على مستقبله. هو غادي في واحد المسار اللي زوين وانت غتجي ليه في الطريق وتعكلو غيطيح. تهمة الاغتصاب. وانا كنظن، ماشي كنظن، انا كنقول بان من بعد اشرف حكيمي غيكون شي مغربي اخر. وعلى ما اظن، على ما اظن ان المغربي الاخر اللي جاي في الطريق من بعد ما غيتبتوا على حكيمي التهمه غيجي رضوان. كنتو كتعرفوا رضوان، راه كلشي كيعرف رضوان. رضوان اللي هو واحد الفنان عالمي اللي لحن وكتب كتب الفنانين عالمي، كتب لهم اغاني ديالهم ولحنهم ووزعهم توزيع، خاصه التوزيع. غيدوزو لرضوان وغيتهموه بتهمة الاغتصاب. وعقلوا على هاد الهضرة هادي، وعقلوا على هاد الفيديو هذا.